السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده كده هعمل فراخ صينية، والبصل ده طبعا هعمله في الصينية تبقى مرتة، والبامية والملوخية والرز الابيض. وهنسمي بسم الله معانا كده. بسم الله. ويا حبايبي قطعت البصل كده، قطعته جوانح، وبعدين هحط عليه البهارات الجميلة دي. بسم الله. وبعدين بقى ايه، هتنزلي بايدك كده تمرطيها يعني. يا حبايبي عملتها بايدي كده، مرطتها يعني. هحط بقى البطاطسيتين الاتنين اللي انا قطعاهم اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرده ايه وهي يا حبايبي، بهرنا البطاطس مع الفراخ ببصل جوانح بجميع البهارات، وحطيت عليه رشة زيت، وتحط بس كوباية مية، وبعدين تلفيها بالورق الحراري وتدخلها الفرن. هتستوي هتستوي هتستوي. وهنعمل كده الملوخية مع بعض. نحط معلقة الثوم المفرومة دي، طبعا الثوم دون انا كنت مفرزاه، عشان كده هو جاي من الفريزر، فحطيته اهو بالمعلقة اهو. يا حبيبي بقوم نازله عليها كده بكوبايه طماطم. بسم الله. احط عليها كده معلقه ملح وشويه شطه، وفي تكايه كده انا بحطها للملوخيه بتخليها طعمه طعمه طعمه، اللي هي معلقه السكر دي، معلقه سكر صغيره. جربوها، تحفه تحفه بجد. هنزل بقى عليها بالملوخيه. طبعا الملوخيه دي انا كنت مفرزاها معاكم. هنزل كده عليها بالملوخيه اهي يا حبايبي، اهي اهي. ودي يا ولاد الطشه بتاعت الملوخيه، طشها بقى على الملوخيه القمر دي. ايه رايكم؟ اهي يا ولاد. وطبعا في كذا طريقه للملوخيه. بصوا المنظر. طبعا في كذا طريقه للملوخيه. في ناس ما بتحطش طماطم، في ناس بتحط شوربه، في ناس بتعملها بالمرقه، في كذا طريقه للملوخيه، بس انا بحبها بالطريقه دي. وهي يا حبيبي حطيت برده حله كده، وبرده تومه، معلقه توم صغيره كده للباميه. تحمر كده، وانزل عليها بالباميه. هنزل بقى عليها بالباميه دي اهي يا حبايبي. وحطيت برضو، قطعت عليها فلفلايه حلوه كده. هي المفروض قرن شطه وكده، بس انا ما عنديش شطه، عندي فلفلايه حطيتها، ومكعب مرق كده هنزل عليه كده اهو. وبعدين انزل عليها بالطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وهو يا حبايبي الاكل خلص خلاص. اتمنى ان هو يعجبكم. اهو ادي الباميه ودي الرز ودي الفراخ والبطاطس برضو. البطاطس اهي جميله 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 وريحتها جميله قوي قوي قوي. دي الملوخيه اهي. طبعا انا الملوخيه بحبها تخينه، ان انا احب اكلها بالعيش برضو، تبقى تخينه مش تبقى سايله كده. رايكم؟ اتمنى بقى كل اللي بقدمه يعجبكم، وارجو الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من يوميات دمياطيه. والف هنا وشفا للي اكل، والف هنا وشفا للي شاف. مع السلامه حبايبي.